الاخوان، القضيه وما فيها. نهار الثلاث كانت جلسه مساءلات ديال السيد رئيس الحكومه عزيز اخنوش في البرلمان. هنايا جا واحد القصف اللي عنيف من السيد وزين برلماني عن حزب الحركه الشعبيه. هذا القصف هذا قال فيه شلابك معلومات اللي قاصحه ديال بصح، وكتحكي غير واحد الجزء بسيط من معاناه ديال المواطن المغربي اللي كينزفوا الدم وكيغوتوا دموعهم نازله وما عندي ما ناكل وقهرنا الغلا. هادشي هذا اللي ما عجبش السيد رئيس الحكومه، وقال عليه باللي انك انت غير كتهيج عليا المواطنين وكتحرشهم. والسيد الامين العام البرلماني بعد شتو انتقل من الشيعة الى التهييج. السي وزين قال لا هضره. دابا السي وزين قول لنا هاد المواطنين هادو مناش كيعاني وشنو بغيتي توصل للسيد رئيس الحكومه؟ اختيار غير موفق. كنا نخشى على بطوننا من الجوع، كنا كنخافوا على كرشنا من الجوع، واليوم نخشى على اوطاننا من تبعات الجوع. اللي كينزفوا الدم وكيغوتوا دموعهم نازله وما عندي ما ناكل وقهرنا الغلا. مواطنات شفناهم مغربيات كيتحدثوا على الغلا بشموخ وقوه وسحر الشخصيه المغربيه. انت سمعتي السيد رئيس الحكومه باللي الناس راه كتعاني وباللي راه كاين واحد الخلل في المنظومه ديال التسيير ديال الحكومه ديالكم. وبالمناسبه السي رئيس الحكومه السي وزير راه ما قال والو من المعاناه اللي كيعاني منهم الشعب. وإلا ما تيقتيش غادي ندوزك بعض المواطنين وتسمع المعاناه ديال بصح اكثر من هادشي اللي قال السي وزين. قولوا لنا الاخوان مناش كتعانيو دابا؟ ها السيد رئيس الحكومه كيسمع فيكم. قهرونا درنا بالقفه تاعنا وجينا خاويين ما كاين والو. كيفاش حتى دقيقه قتلونا بالغدا باش انا بيا ناخذ الطاقه 260 تقرش يا مويتي داز عليها. هي قهرونا خويا بيانا. والمسؤول شوف هاد الدمعات هادو اللي طايحين. شوف دوز اخوانا الدميعات. تقعوا الله في الدميعات اللي طايحين لك. تقعوا الله في الدميعات هادي. الناس اللي لا اله الا الله محمد رسول الله. الله سبحانه انت سمعتي بودنيك السيد رئيس الحكومه، ولا ما تقديش نزيد نسمعك شي حاجه اكثر من هذا الشيء. وبغيت نقول لك باللي ان المواطن المغربي راه ما كيساينش السي وزين باش يهيجو ويهضر على هذا الشيء. المواطن المغربي مسكين راه ربي اللي عالم به، والمعاناه ديالو راه فاقد الصبر. وهذا الشيء اللي قال السي وزين راه غير واحد الجزء بسيط من الحياه اللي كنعانيو منها حنايا كاملين كمواطنين مغاربه، حيت الفقر صراحه وصل الانسان للعظم ديالو وما بقاش عنده فين يشد. اذا هنايا راه خصكم رأفة بعض المواطن تشوفوا الجهه ديالو وتحاولوا انكم تلقاو بعض الحلول باش تخفوا عليه ولو واحد الجزء بسيط. وكيبان لي باللي ان السي وزين هاد الهضره اللي كيقول راه هو غير كاتبينها ليه، حيت ما يمكنش ان واحد السيد اللي عايش في اللوكس وعايش في الرفاهيه انه غادي يحس وغادي يعرف واحد المواطن اللي ما قدرش انه يوفر لولده ولو عشاء ليله. البطن الملآن لا يفهم بالجوع، الكرش الشبعانه ما كتفهمش في الجوع. وهذا حيت فعلا راه كاينه واحد الازمه اللي خانقه وفي شكل، وبان المواطن المغربي تجمعوا عليه من جميع النواحي. فمن بعد ما كنا كنشوفوا بان المواطن المغربي كانت عنده ازمه في ارتفاع ديال الاسعار اللي كانت في المواد بحال الزيت والطحين وزيد، فولينا كنشوفوا بان المواطن المغربي حتى الخضره اللي كيتعتبر المغرب من اهم المصدرين ديال الخضره والمنتجين ديال الخضره في العالم، حتى هي ارتفعت بواحد الطريقه اللي رهيبه جدا. دابا هذه دخلنا لك مطيشه ديال 240 راه حسبي الله ونعم الوكيل. واش دخلنا لك بالله مطيشه ديال 240 فلفله ديال اخويا 240 بزاف هذا الشيء اخويا بزاف قتلونا بزاف اخويا وحق الله ديروا لنا شي حل. الاخوان راه هادشي راه ماشي في يد المواطن، راه المواطن تيجي بقفه تيمشي بها خاويه. وزيد عليها حتى اللحم اللي ما بقاش تقدر تهضر معاه، ولا اللحم يقدر انه يوقف ويقول لك اشلف شنو باغي عندي. وزيد عليها حتى الدجاج اللي ولا داير فيها بطل ديال هذا الموسم هذا بامتياز، حتى هو ما بقاش تقدر انك تهضر معاه. حيت كنا كنشوفوا بان المواطن كان يقدر انه يشري واحد الفروج ويطيبوا لولادو يدوز ليه واحد السيمانه او لا واحد الخمس ايام. دابا ما بقاش تيقدر يحط يبيع على الدجاج، حيت الدجاج وصل لواحد الارتفاعات قياسيه اللي ما عمرني انا شخصيا دابا في العمر ديالي 32 سنه ما
عرفت بان الدجاج يقدر يوصل 30 حتى ل 40 درهم. هذا الشيء هذا اللي ولينا كنعيشوه ولينا كنشوفوه راه صراحه راه في شكل بزاف، حيت ولينا كنشوفوا بان كلشي كيتزاد والمواطن الوضعيه ديالو كتدنى وكتهبط لتحت. دابا بغيت نقول لك السي والزين باللي انكم كلكم راه كتبانوا لنا بحال كتخويو الماء في الرمله، حيت من قبل هذا الشيء حتى انت راك تسلمت عليك السلطه وتحملتي واحد الحقيبه وزاريه، وشنو كانت النتيجه ديال داك الشيء؟ انك خفقتي. محمد أوزين خارج التشكيلة الحكومية، وذلك بعد إعفائه من طرف جلالة الملك محمد السادس من مهامه كوزير للشباب والرياضة وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور. وجاء في بلاغ للديوان الملكي أن جلالته قرر إعفاء محمد أوزين من مهامه بعد طلبه من رئيس الحكومة بأن يرفع إلى جلالته ملتمس إعفاء. وما قدرتيش توفق في المهمه ديالك، حيت كنتي وزير ديال الرياضه، توليتي واحد المهمه ديال الاصلاح ديال الملعب مولاي عبد الله. وسجل اختلالات على صعيد إنجاز المشروع، وتتعلق أولا بعيوب في إنجاز أشغال تصريف المياه وتهيئة أرضية الملعب. وشنو بان انك ضربتي 1200 مليار وهنايا جاك العفو ديال صاحب الجلاله. وهاد الهضره على الاخوان راه ماشي الهضره ديالي، هاد الهضره ديال التقارير اللي خرجت بهم جدد تقصي الحقائق، حيت انا ما كنجيب والو من عقلي، انا كنناقش معكم غير داكشي. حيت بالمناسبه الاخوان انا راه ما مع حتى شي جهه وما مع حتى ضد شي جهه، حنايا كنحطوا الامور كيف ما هي وكنناقشوها. اذا السي والزين حتى تكونوا في الكراسي وكتكون عندكم مهمات ما كتبقاوش تعقلوا على المواطن وكتبقاو تضربوا غير لجهتكم، اما حتى توليو في المعارضه عاد تتوليو انكم باغيين تخدموا المواطن. اذا حتى لهنا كنكون شويه وضحت لكم الموقف ديال السي والزين. ندوزو للسيد رئيس الحكومه عزيز اخنوش. اذا كيقول بان المخطط الاخضر راه دار انجازات، هي هاد الانجازات صراحه ما شفناهمش حنا على ارض الواقع، وكيبان لينا باللي المخطط الاخضر راه جات معاه بزاف ديال الارتفاع ديال الاسعار اللي ما عرفناش منين جايه هذا الارتفاع ديال الاسعار. السيد رئيس الحكومه جا وبغى يوضح لكم الرؤيه ديالو بالنسبه للالغاء او لا باش يكون يعيد الاضحى. العيد كاين ان شاء الله ويكون بخير. غادي الاغنام غادي نخليو بانه يعني الاستيراد ديالهم يكون في الاسابيع والشهور المقبله باش يبقى الثمن على الاقل ديال الذبيحه اللي كاينه في لي زاباتوا وداكشي تكون مستقره ان شاء الله. السيد رئيس الحكومه جاوب بالخطه انهم باش يستاردوا الغنم من على برا، وهذا الحل اللي فكروا فيه صراحه نفترضوا انه حل مزيان، ولكن السيد رئيس الحكومه حلقه الوصل اللي هي المواطن ما فكرتوش فيه، فكرتوا انكم غير تستاردوا وتدخلوا الغنم للمغرب، ولكن شكون اللي غادي يشري هذا الغنم؟ انتم جبتوه المواطن مسكين. واحد 70% ديال المواطنين المغاربه اللي كاينه حاليا راه ما قداش توفر فلوس العيد ولو حتى الثلث ديالها او النصف ديالها. عندها شي مسكينه، حنا بدات كتسوق عندنا مشاكل دابا مع بطاطا ومطيشه عاد نشريو الحولي ب 5000 درهم. ما يعني على قد ما تقدرش تشري، ما يمكنش يعني الدرويش مسكين ما يقدرش يعيد او يشري العيد. كان غالي ما نقدرش نشريه. فما فيها باس كون فكرتوا انكم تلقاو هذا الحل تزيدوا عليها 1-2 المليار ديال الدرهم وتفرقوها على المواطنين كدعم مباشر، حيت الا كانت تهمكم الفرحه ديال ولاد المواطن والمصلحه ديال المواطن خصكم تعاونوه باش يشري، باش هكا تكون واحد المساواه وكل شيء يقدر يعيد. فراه ما يمكنش وغير مقبول انك انت تعيد اللي عندك وواحد اللي في جنبك او لا جوج ديال المواطنين الفقراء ما يقدروش يعيدوا. اذا كنشوف باللي ان هذا الشيء خص يتعاد فيه النظر سيدي رئيس الحكومه.